الفيديو اللي هتشوفه دلوقتي ده طامة كبرى بدون مبالغة. عاوزك تشوف الفيديو وتلمح معايا قد ايه مواقع التواصل الاجتماعي بتحارب الدين، ومش بس كده، ده بتحارب الفطر السليمة. وتلمح قد ايه مواقع التواصل الاجتماعي قدرت ان هي تشغلك عن قضيتك الاصلية، القضية الحقيقية، بقضية وهمية مش قضيتك اصلا. وتلمح معايا قد ايه مواقع التواصل الاجتماعي بتبسط وتقلل حجم الكفر في نظرك، وتميع الدين وتميع المواضيع، ومش بيملوا ولا بيزهقوا. ماشيين بالقاعدة اللي بتقول ما تكرر تقرر، ما تكرر بالكاف تقرر بالقاف، ما تكرر تقرر. ماشيين بالمثل الانجليزي اللي بيقول واحدة واحدة بس اكيد. اسمع الفيديو كله على بعضه، وبعد كده همشي معاك فقرة فقرة ونحلل الكلام. اسمع. طلاق الفنان شهاب السكر من زوجه رجل الأعمال السعودي وإعلان زواجه الجديد من حبيبه الإفريقي. في خبر مفاجئ هز مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن الفنان شهاب السكري رسمياً طلاقه من زوجه السعودي بعد فترة زواج لم تخلو من الأضواء والجدل. وجاء الإعلان عبر بيان مقتضب نشره على حساباته الرسمية، أكد فيه أن الانفصال تم بالتراضي والاحترام المتبادل. لكن المفاجأة الأكبر لم تكن في الطلاق، بل في الكشف عن دخوله علاقة جديدة بعد أيام قليلة فقط من الانفصال. المصادر المقربة أكدت أن شهاب يعيش حالياً قصة حب مع شخصية إفريقية معروفة في مجال الأعمال. هذه العلاقة الجديدة أثارت موجة من التعليقات المتباينة بين الجمهور، فبينما عبر البعض عن دعمهم لحقه في بدء حياة جديدة، انتقد آخرون سرعة انتقاله لعلاقة أخرى. الزوج السابق التزم الصمت حتى الآن، ما زاد من الغموض حول تفاصيل الانفصال. نرجع بقى الفيديو من الأول تاني ونشوف كلمة كلمة ونحلل. طلاق الفنان شهاب السكر من زوجه رجل الأعمال السعودي وإعلان زواجه الجديد من حبيبه الإفريقي. أول فقرة من فقرات الفيديو بيقول فيها إيه؟ طلاق الفنان شهاب السكر من زواجه من رجل الأعمال السعودي. لمحت المصيبة السوداء؟ لمحتها؟ يا جماعة خدوا بالكم، دول مش عملوا لواط، مش عملوا لواط ولا عملوا اسحاق. ده الموضوع أكبر من كده، الموضوع كبير، الموضوع مش صغير. طلاق الفنان من زواجه من رجل الأعمال السعودي. ازاي وامتى وفين حصل الزواج؟ فلو الموضوع مجرد عمل فردي، واحد ارتكب لواط مع واحد او واحدة ارتكبت سحاق مع واحدة، كان الموضوع هيبقى لسه في حيز الحلال والحرام. المشكلة ان الموضوع خرج من الحيز ده لحيز اكبر، اللي هو حيز الايه؟ حيز الايمان والكفر. لان هنا بقول لك طلاق من زواج، طلاق من زواج، يعني الموضوع بقى مقنن، يعني الموضوع بقى ليه تشريع، وتشريع ضد تشريع ربنا سبحانه وتعالى. الموضوع يا جماعة خدوا بالكم انتقل من موضوع كبيرة من الكبائر اللي هي كبيرة اللواط أو كبيرة السحاق، انتقل من هذه الكبيرة من مسألة حلال وحرام إلى مسألة إيمان وكفر. ليه؟ لأن ده استحلال لما حرم الله عز وجل. تحريم الحلال القطعي أو استحلال المحرم القطعي يساوي كفر، يساوي كفر. فده بيقول لك إيه؟ طلاق بعد زواج، يعني في قسيمة، يعني في شهود، يعني في مجتمع بارك الزيجة ديت، يعني في محكمة وثقت هذا العقد، يعني في قاضي وشهود وإشهار في مجتمع أقر استحلال ما حرم الله عز وجل. متخيل القصة؟ تخيلها ولا الموضوع بيعدي عليك إزاي؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الإيه؟ الخيرة من أمرهم. أسيمة زواج وأسيمة طلاق وإقرار مجتمع، ده اسمه استحلال لمحرم قطعي، استحلال لمحرم قطعي. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ضلال واضح بين، ضلالا مبينا. ما تعديش عليك العبارات دي في مواقع التواصل الاجتماعي كده وخلاص. طلاق الفنان شهاب السكر بعد زواجه
من رجل اعمال سعودي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ طلاق بعد زواج؟ يعني في قسيمة زواج، وفي قسيمة طلاق، وفي شهود، وفي مأذون، وفي محكمة وثقت، وفي قاضي حكم. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ وفين وازاي وامتى؟ لو الموضوع مسألة عمل فردي، رجل ورجل سواء فاعل او مفعول به، رجل ورجل، امرأة وامرأة في السر، صورة فردية لم تشهر ولم يعرفها احد في المجتمع، مسألة سرية، ده ليه حكم. والصورة اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة في الفيديو ده ليه حكم تاني خالص. ده بقول لك طلاق بعد زواج، يعني في دنيا، في مجتمع أقر الموضوع. انتبهوا يا جماعة وخدوا بالكم. كمل الفيديو كمل. خبر مفاجئ هز مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن الفنان شهاب السكري رسمياً طلاقه من زوجه السعودي بعد فترة زواج لم تخلو من الأضواء والجدل. لكن المفاجأة الأكبر لم تكن في الطلاق، بل في الكشف عن دخوله علاقة جديدة بعد أيام قليلة فقط من الانفصال. المصادر المقربة أكدت أن شهاب يعيش حالياً قصة حب مع شخصية إفريقية معروفة في مجال الأعمال. هذه العلاقة الجديدة أثارت موجة من التعليقات المتباينة بين الجمهور. أخدت بالك الفيديو بياخدك لفين؟ الفيديو بياخدك لقضية تانية خالص غير قضيتك الأساسية. احنا قضيتنا الأساسية إزاي تم زواج وطلاق بين راجل وراجل، مش دي قضيتنا الأساسية؟ صح؟ إزاي تم زواج بين رجل ورجل، صح؟ هو بياخدك في قصة تانية خالص بعيد، بياخدك في قصة إن شهاب ما عندوش دم خالص ولا إحساس. ليه؟ لأن شهاب بعد ما اتطلق من رجل الأعمال السعودي فاقد الإحساس خالص، ما عداش أيام قليلة وارتبط بواحد تاني إفريقي. شايف الاستخفاف؟ يعني أنت عايزنا احنا نقول لشهاب إيه؟ مالكش حق يا شوشو؟ إيه يا عم؟ راعي إحساس الراجل السعودي ده لسه مطلقك من أيام. إزاي يعني في خلال 3 4 5 أيام تكون مرتبط بواحد تاني إفريقي؟ إيه ده؟ يعني كده صانع المحتوى اللي منتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بياخدك لمشكلة تانية غير مشكلتك، بيخليك تقر الكفر، بيخليك تقر الحرام، بيخليك تقبله نفسيا. اهو شهاب قدامك اهو مع راجل سعودي وبعدين اتطلق وراح اتجوز واحد تاني افريقي. يعني الموضوع ايزي يا عزيزي، انت بس اللي متخلف، انت اللي راجعي، انت اللي لسه متشبث ومتمسك بحتة ان الراجل ما يتجوزش غير ست. خد بالك بقى عشان انت كده متأخر، انت كده متخلف. شهاب اهو قدامك وده عادي خالص، واخد بالك انت ازاي؟ فبياخدك لمشكلة، بيحطك في مشكلة غير القضية بتاعتك الأصلية. انت قضيتك في الفيديو الأول ازاي تم الكفر ده، ازاي تم استحلال المحرم القطعي ده. لا هو بياخدك في قصة تانية خالص، بيقول لك ان شهاب هنا عنده مشكلتين. ايه هما؟ المشكلة الأولى ان شهاب اتطلق بسرعة، وده خبر هز المجتمع كله، هز مواقع التواصل الاجتماعي، ان شهاب يا عيني ما عمرش في الجواز مع الراجل السعودي. ودي طبعا مشكلة تعمل سمعة مش كويسة للناس السعوديين. فدي مشكلة عند إيهاب. ادي اول مشكلة الفيديو بيتكلم عنها، ان إيهاب اتطلق بسرعة في جوازه. يعني شمت الناس فينا، احنا كنا عايزين الجواز ده يستمر وينجح كده ونشير اليه بالبنان. انت ازاي يا شهاب كده مالكش حق يا شوشو؟ ازاي اتطلقت بسرعة كده من الراجل السعودي؟ طلاق الفنان شهاب السكر من زوجه رجل الأعمال السعودي وإعلان زواجه الجديد من حبيبه الإفريقي. خبر مفاجئ هز مواقع التواصل الاجتماعي، لكن المفاجأة الأكبر لم تكن في الطلاق، بل في الكشف عن دخوله علاقة جديدة بعد أيام قليلة فقط من الانفصال. المصادر المقربة أكدت أن شهاب يعيش حالياً قصة حب مع شخصية إفريقية معروفة في مجال الأعمال. انتقد آخرون سرعة انتقاله لعلاقة أخرى. الزوج السابق التزم الصمت حتى الآن. دي أول مشكلة. المشكلة الثانية بقى إن شهاب لما اتطلق بسرعة ما ضيعش وقت، بسرعة ارتبط بعلاقة تانية في خلال أيام مع واحد تاني إفريقي، وكأنه هنا شهاب ما بيراعيش إحساس الراجل السعودي اللي كان بيركبه. يعني كأن اللي كان بيركبه ده كان كلب والعياذ بالله. يعني صانع المحتوى ده اهو، صانع الفيديو ده اهو اللي حطه في قنوات التواصل الاجتماعي، عايز يقول لنا ايه؟ يقول لنا شايفين يا جماعه، شاهدين، شوفوا شهاب بيعمل ايه. ما رعاش حتى العشره اللي كانت بينه وبين الراجل السعودي. شهاب ده باين عليه كخه، باين عليه كازانوفا، باين عليه بتاع رجاله. ايه ده؟
ايه اللي بيحصل ده يا جماعه؟ بياخدك الاعلام الساقط، الاعلام العميل، الاعلام الممول، بياخدك من قضيتك الاساسيه، وهي ازاي الاتنين دول استحلوا ما حرم الله، وازاي المجتمع ده اقر هذا الاستحلال ووثقه في قسيمه زواج وقسيمه طلاق. ازاي ده حصل؟ ازاي استحلوا الكفر ده؟ بياخدك الاعلام من القضيه بتاعتك الاساسيه دي، يحطك في مشكله تانية، انه شوف الراجل يا دوبك ايام مع السعودي وبعدين اتطلق منه وراح اتجوز واحد تاني افريقي. لا 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 شهاب، انت ما عندكش حق. ايه الكلام الفاضي ده؟ ايه الاستخفاف بعقول الناس ده؟ لو بعدين يقول لك العالم اتهز. اتهز ليه العالم؟ اتهز عشان محرم قطعي في كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم استحلناه؟ لا، العالم استهز عشان الطلاق بتاع شهاب جه من الراجل السعودي بسرعة، وعشان ارتباط شهاب بالراجل الافريقي برضه جه بسرعة. منتهى الاستخفاف بعقول الناس، ومنتهى الاستخفاف بدين ربنا سبحانه وتعالى، ومنتهى الاستخفاف بعقول المشاهد. شوف، انا عايزك تلمح ازاي بيمرر الاعلام عليك الباطل بتاعه، وازاي بيخليك انت تقره، ويصور لك بقى الشهاب طالع ولا البنوت حاطط احمر شفايف وجسمه بسم الله ما شاء الله، حاجه كده تبارك الرحمن، يخليك انت تحب الموضوع، بيرغبك في الموضوع، يخليك تستنكر. يعني تشوف شهاب وتشوف اللي عندك في البيت تحس ان انت متجوز واحد صاحبك، واخد بالك؟ فشهاب جميل اهو. طب ما الحرام حلو اهو. طب ما استحلال المحرم حلو اهو. امال انتوا متشددين ليه؟ امال انتوا وحشين ليه يا مسلمين؟ شايف؟ طلع لك شهاب حاجه كده بتبرق وحاجه بتلعلط في الفيديو. وانا عارف ان في ناس هتقول لك انت مطلع الفيديو ده ليه يا عم؟ انت يعني برضو ما انت كده بتنشر الباطل. انشر باطل ايه؟ ما هو الباطل ما هو منتشر. ده انا بوريك ان كلامي ليه اساس، دليل كلامي اهو، بفرجك على دليل الكلام ان هو كده كده منتشر. هو وصل لي غير لما كان منتشر. انا عايزك بس تشوف ازاي بيخلوك تقر الباطل، ازاي بيمرر الباطل بتاعه على عقلك، ازاي بيخليك ترضى بالكفر والانحلال وبانتكاس الفطرة. فين دعاة المسلمين من الكلام في المواضيع اللي زي دي؟ فين المنابر اللي بتوجه الأسر وبتوجه المجتمع؟ فين؟ كمل الفيديو. أكد فيه أن الانفصال تم بالتراضي والاحترام المتبادل. شفت بقى هنا؟ بقول لك بس ما تقلقوش يا جماعة، الموضوع كله كان زي الفل وزي السكينة في الحلاوة. والانفصال اللي تم بين شهاب وبين الراجل السعودي كان بكل أريحية وبكل أسلوب متحضر، وتم بالتراضي وبالاحترام المتبادل. شر البلية ما يضحك. والله شر البلية ما يضحك. ودي تشغلنا في ايه؟ ده هنا عايز يبعت لك رسالة تانية، بيقول لك انت عندك في الدين بتاعك لو تم انفصال بين الزوج والزوجة بيدخلوا في قواضي وبيدخلوا في محاكم وبيقعدوا سنين، ومحامي رايح ومحامية جاية وقصة. لا لا لا، احنا عندنا شهاب والراجل السعودي لما تم بينهم الانفصال مفيش بقى لا نفقة ولا مؤخر صداق ولا نفقة للأولاد ولا في أي مشكلة خالص. تم الانفصال بينهم بسكون وهدوء، واخد بالك، وباحترام متبادل. يعني اطمن، يعني اللي انت ناوي تعمل زي شهاب وزي الراجل السعودي او زي شهاب والراجل الافريقي، لما تيجي تنفصل مش هيبقى في محاكم ومش هيبقى في قواضي ولا هيبقى في اي حاجه خالص. اطمن، خش في الموضوع وفي قلبك بطيخه ايه؟ بطيخه نمس من الكبيره دي، واخد بالك انت ازاي؟ لكن انت كنت تزعل امتى؟ تزعل لو شهاب والراجل السعودي لما انفصلوا حصل بينهم مشاكل وحصل بينهم خلافات ودخلوا في قواضي وفي محاكم. يبقى كده ناس وحشين، ناس كخه، ما احترموش العيش والملح اللي كان بينهم، ما احترموش العشره اللي كانت بينهم. لكن لا يا جماعه اطمنوا، اللي هيعمل كده ما فيش اي مشاكل ساعه الايه؟ ساعه الانفصال. متخيل؟ واخد بالك؟ لكن ايه اللي مزعل مواقع التواصل الاجتماعي؟ ايه اللي مزعل العالم؟ عشان لما تيجي تعمل الموضوع ده ما تعملهوش. اللي مزعل العالم ان شهاب شوشو لما جه انفصل من الراجل السعودي ما خدش وقت، 3-4 ايام، وكان ما بيضيعش وقت. الراجل ارتبط
براجل تاني ايه؟ براجل تاني افريقي. لكن المفاجأة الأكبر لم تكن في الطلاق، بل في الكشف عن دخوله علاقة جديدة بعد أيام قليلة فقط من الانفصال. هذه العلاقة الجديدة أثارت موجة من التعليقات المتباينة بين الجمهور. انتقد آخرون سرعة انتقاله لعلاقة أخرى. الزوج السابق التزم الصمت. ما يصحش كده يا شوشو، كان برضه لازم تراعي نفسية الراجل السعودي. يرضيك كده يا راجل تجرح مشاعره؟ يعني ما كانش بينك وبينه حتى كلمة حلوة؟ اصبر شوية، الناس كلت وشنا، الناس كلت وشنا يا شوشو. ازاي تتطلق من الراجل السعودي وفي خلال ايام تكون مرتبط بواحد افريقي؟ انت ايه قلبك ده ايه؟ اسود؟ عيب يا شوشو. كمل الفيديو. المصادر المقربة أكدت أن شهاب يعيش حالياً قصة حب مع شخصية إفريقية معروفة في مجال الأعمال. بس خلاص، بس يا مجتمع ما تقلقوش، شهاب مش زعلان ولا قلقان. شهاب عايش حياته عادي زي الفل و100 فل و14، وعايش مع الراجل الافريقي مبسوط في قمة الحب والسعادة. ما تقلقوش خالص على ايه؟ على شهاب. بس هي دي مشكلة الاعلام. مشكلة الاعلام ان شهاب لما ارتبط بالسعودي فترة بسيطة وانفصلوا، وما خدش وقت وكان مرتبط بالايه؟ بالافريقي. فالاعلام والعالم كله مش شاغله قضيه استحلال ما حرم الله عز وجل، لا، شاغل الاعلام كله ايه؟ حاله الراجل السعودي، نفسيته يا جماعه. كان شهاب برضه ما يصحش، كان يستنى شويه يومين ثلاثه عشان الراجل يلملم جروحه. الراجل لسه منفصل معاك يا شهاب. والواحد فعلا دلوقتي مشغول، يا ترى السعودي صمته ده، سكوته ده، يا ترى بقى السكوت ده هيبقى هو اللي بيسبق العاصفة ونتوقع ضرر من الراجل السعودي على شهاب طليقه، ولا سكوت الراجل السعودي ده ممكن يكون بيتكتك وعايز يعمل حاجة يقهر بيها شهاب؟ حاجة زي ايه؟ يعني ممكن يروح يتجوز واحد صاحب شهاب عشان يغيظه؟ تصدق ممكن. فشوف بقى هم خدونا في الفيديو فين؟ خدونا من القضية بتاعتنا، خدونا من الدايرة دي، حطونا في قصة تانية بعيدة خالص. فكر بقى في حالة الراجل السعودي، وفكر في حالة شهاب، ويجي يعرض لك الفيديو، يعرض لك جسم شهاب بالحلاوة بالجمال اللي هو فيه ده، يقوم انت تقول الله، طب احنا ايه اللي زنقنا في النسوان يا عم؟ ما تخلينا في الرجالة، ما نروحوا نتجوزوا رجالة احسن، ما الولا زي القمر اهو، الواد زي الحلو زي الفل في الفيديو اهو. ايه اللي زنقنا في الحلال ده؟ سيبك من الحلال ده وخلينا في الايه؟ مش في الحرام بقى، في الكفر، في الكفر والعياذ بالله. ادي الفيديوهات بتاعت الاعلام. خد بقى الزبد بتاع الموضوع. موضوع زواج المثلي ده عبارة عن ايه؟ راجل بيتجوز راجل، او ست بتتجوز ست. لو في حاجات تانية كده بقول لك ممكن الراجل يتجوز كلبة، وممكن الست تتجوز كلب، وهكذا، يعني قصص كده. ربنا عافينا وعافي مجتمعات المسلمين، لان الواحد لما بيشوف امثال هذه الفيديوهات بيقول ليت امي لم تلدني. والله الدنيا جابت اخرها، الدنيا جابت اخرها. فموضوع زواج المثليين ده عبارة عن ايه؟ راجل بيتجوز راجل، وست بتتجوز ست. ففي الشرع خد بالك، لان الموضوع مش متحرم في الاسلام بس، ده الموضوع محرم في كل الشرائع السماويه. يعني عند اليهوديه محرم، عند المسيحيه محرم، زاد على ذلك في الاسلام، كون انه محرم اساس موجود، لكن زاد انك لو استحللت هذا المحرم القطعي وقننته واضفت عليه صفه الشرعيه بوثيقه زواج او بوثيقه طلاق، انت هنا انتقلت من كونه محرم الى كونه كفر. فانا عايزك تاخد بالك من دي، ان اللواط او السحاق لما تكون صورته عمل فردي بين شخص وشخص او امرأة وامرأة، صورة العمل الفردي اللي هي ايه؟ السرية. يعني واحد بيعمل ده مع واحد في السر، او واحدة بتعمل ده مع واحدة في السر. الصورة دي حكمها في الشرع ايه؟ ان هو محرم، مرتكب لكبيرة. وقصة قوم لوط معروفة في القرآن، ومعروفة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف العقاب اللي ربنا عاقبهم بيه. لما تبقى صورة فردية يعني في السر، ما خدتش صورة الانتشار، بيبقى ده حكمها ان هي كبيرة من الكبائر. حكم مرتكب الكبيرة دي بقى ايه؟ اللي هو بيعملها في صورة فردية، ملعون. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من عمل عمل قوم لوط. اللي يعمل سحاق او يعمل لواط
ملعون، واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. طب عقوبته ايه؟ عقوبته ايه على المستوى الفردي؟ واحدة وواحدة، واحد وواحد، عقوبتهم ايه على المستوى الفردي؟ القتل. القتل. الصحابة اتفقوا في العقوبة واختلفوا في الكيفية. اتفقوا في العقوبة واختلفوا في الكيفية، فمن الصحابة من قال يقتل، ومن الصحابة من قال فاعل هذا الفعل على المستوى الفردي يحرق بالنار، ومن الصحابة من قال فاعل هذا الفعل يوضع تحت حائط ويهدم عليه الحائط، تشبيها بما فعل ربنا عز وجل مع قوم ايه؟ مع قوم لوط، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. ومن الصحابة من قال من فعل هذا الفعل عقوبته إن ينظر في البلد على أعلى بناء، نشوفه أعلى برج، أعلى عمارة، ويلقى هذا من أعلى بناء. يلقى من إيه؟ من أعلى بناء، ثم يتبع بعد ذلك بالرجم بالإيه؟ بالحجارة، برضو تشبيها لعقوبة الله عز وجل لقوم مين؟ لقوم لوط. وخد بالك إن عقوبة لفعل قوم لوط أو لفعل السحاق عقوبة سواء، المتزوج فيها والعازب، البكر والايه؟ والثيب، اللي يفعل هذا الفعل عقوبته الايه؟ عقوبته القتل. ده بالنسبة لمرتكب الفعل بصورة فردية. اما اذا انتقل الامر الى صورة جماعية مجتمعية والموضوع يقنن بهذه الصورة، يعني بتضفي عليه الشرعية وتعمل له قسيمة زواج وتعمل له قسيمة طلاق وشهود ومأذون ومحكمة ومجتمع يقر ويبارك، الموضوع هنا يا جماعة انتقل من كونه كبيرة من الكبائر إلى كونه كفر بالله عز وجل، لأن ده استحلال لما حرم الله تبارك وتعالى. وكل من عقد هذا النكاح أو باركه أو شهد عليه أو كان حلقة في إشهاره وإقراره أو أقره، كل ده مشارك في الإيه؟ في الكفر ده والعياذ بالله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. أهو الفيديوهات اللي زي دي رويبضة، بيبث أفكار كفرية للمجتمع وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. دلوقتي بيتكلم في أمر الدين، مش في أمر العامة بس، في أمر الدين. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: لا تتبعن سنن، أي طرق أو طريقة، لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر أو ذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر ضب. أنت عارف جحر الضب ده؟ أنتن جحر تدخله من ريحة الضب فيه. حتى إذا دخلوا جحر ضب، يعني إذا راحوا إلى مكان نتن، إلى خلق عفن، إلى جريمة منكرة، أهو بيقلدوهم. ما ده كانت داخلنا منين؟ من الغرب. من الغرب. فكرة المثليين دي جت من الغرب، دلوقتي بتقر في بلاد المسلمين عياذا بالله. حتى إذا دخلوا جحر ضب خرب تبعتموهم. قالوا: من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال: فمن؟ يعني هتكلم عن مين إذا ما كانش اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ يعني من يكون إن لم يكن اليهود والنصارى؟ يا جماعة خدوا بالكم من حاجة مهمة جدا في نهاية الفيديو عشان نقفل. اللواط والسحاق مش بس حرام في الإسلام، ده حرام في كل شريعة نزلت من السماء، حرام في اليهودية وحرام في المسيحية. والمثلية مش حرام، زواج المثلي مش حرام، ده كفر، كفر بالله عز وجل. لازم تفرق بين الجزئية دي. المسألة هنا تعدت حيز الحرام والحلال إلى حيز الإيمان والكفر. زواج مثلي يعني راجل يتجوز راجل، ست تتجوز ست، ده اسمه تقنين واسمه تشريع مخالف لشرع الله عز وجل. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. ربنا سبحانه وتعالى عمره ما بيقر الفواحش ولا يأمر بيها ولا يشرع ليها. فانت رايح لفاحشة زي اللواط تشرع لها وتعمل لها قسيمة زواج وقسيمة طلاق. الموضوع يا جماعة خد حيز أكبر.
انشروا الفيديو ده على أوسع نطاق حتى يعي شباب الإسلام حقيقة الأمر. الموضوع مش موضوع حرام وحلال، الموضوع موضوع إيمان وكفر. أكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.